لسه لا شغاله. النور الاصفر اللي في العربيه قايد باين. معنى كده ان العربيه بتدي انذار ان هي فيها عايزه صيانه. ولله الحمد احنا كل شويه بنقف في الشارع. محمد كل شويه يقول لي اختفت، اقول له لا لسه. اختفت؟ لا لسه. ما اختفتش. دي عايزه تروح صيانه. والله العظيم تعبتنا العربيه دي. كفايه. والله ما فيها حاجة، أنا ممكن أسافر بيها وهي لا نسافر ده إيه؟ والعمر بعزقة ولا إيه؟ لا ما فيهاش حاجة. ما فيهاش إيه يا محمد؟ هبقى حاسب بس الطريق على مهلك. بصوا أحلى حاجة إن المكان اللي إحنا وقفنا فيه كده، لكن حاجة تانية لا. يلا الحمد لله. هي حلها يا محمد والله العظيم زي ما بقول لك كده. غيرها وريح نفسك. خليها بس تقضي معانا الوقت اللي هي فيها الروح فيه. بعد كده شكرا. طول عمرها يبقى فيها روح إن شاء الله. إن شاء الله. مش عارفة أنت حبيبها ليه؟ لو جبت عربية تانية هتصرفي فيها مش أقل من 10 ل 20,000 علشان خاطر توضبيها زي العربية. واحنا ونصيبنا، ما هو المستعمل كله برضه بيبقى دنيته مش قد كده يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع العربية ده بيعلمنا حاجات كتير قوي. ان كل ميسر لما خلق له. يعني احنا وقفنا في الشارع 30,000 مرة وكذا حد يقف يا جماعة محتاجين مساعدة في حاجة في العربية، طب نساعدكم ازاي؟ طب احنا نقول شكرا عشان هي العربية ماشية، لكن في حاجة في العربية قايدة بتدي انذار ان العربية عايزة صيانة، فيها حاجة غلط من الاخر يعني. تخيلوا بقى، كل ميسر لما خلق له. والله العظيم راحت العربية عند الميكانيكي ما خدتش في ايد الميكانيكي 10 دقايق. سبحان الله. يعني شوف الواحد لما برضه بيكون فاهم في شغله بيوفر كتير على نفسه، بيوفر كتير على الناس يعني. بس انا عايزه اقول لكم ان الميكانيكي طلع راجل محترم. يعني الفلوس اللي خدها حاجات لا تذكر، لان برضو الحاجه اللي كانت في العربيه عامله الانذار ده كانت برضو حاجه ايه صغيره، ما كانتش حاجه كبيره. لكن حد غيره كان ممكن يستغل الموضوع يقول لا ده سيبي يا استاذ العربيه وارجع لي بعد ساعه بعد ساعتين، او اقعد استنى بقى. وكان عمل شويه اشتغالات كده في العربيه زي ما انتم عارفين، وكان خبط مبلغ يعني. كان قال له اصل هنغير كذا، اصل هنعمل كذا، اصل هنسوي كذا. والله تاني ربنا يبارك لكل واحد بيعمل شغله بما يرضي الله. فيعني الواحد زي ما بيعمل مع الناس بيتعمل معاه، يعني زي ما كما تدين تدان، كما تدين تدان فعلا. والله الحمد لله احنا يعني الواحد لما بيجي يتعامل مع الناس بيتعامل بما يرضي الله، فربنا برضو بيوقع في طريقه الناس اللي بتتعامل معاه بما يرضي الله. اما عن موضوع العربيه وان احنا نستغنى عنها، فكل واحد معاه عربيه عارف ان هو اتعود عليها خلاص، يعني تحت ايدك في اي وقت براحتك. لا سواق يقول لك انت رزعت الباب، ولا سواق يمشي قبل ما تكمل قعدتك على الكرسي. الناس كلها فاهمه الموضوع ده. لكن لما تبقى مثلا انت ما معكش عربيه وبتتاقلم مع عيشتك انك من غير عربيه، الدنيا بتبقى كويسه جدا. يعني قبل ما نجيب العربيه كانت الدنيا كويسه، مقضينا مواصلات، بنخرج وندخل مواصلات والدنيا ماشيه. لكن لما جبنا العربيه خلاص اتعودنا عليه. فالموضوع صعب لما تبقى معاك حاجه وترجع تستغنى عنها او تفتقدها، بتبقى صعبه. لذلك احنا عايزين نغير العربيه، بس طبعا امكانيه المستعمل دلوقتي موجوده، لكن جديد طبعا عارفين الاسعار والدنيا عامله ازاي. فربنا ييسر بقى، ادعوا لنا ربنا يكرمنا، يا اما نصلح عربيتنا وتبقى كويسه وتمشي معانا، يا اما بقى ربنا ييسر ونغيرها. ولو وصلتوا لحد هنا في الفيديو يبقى لايك وسبسكرايب، وتصلوا بينا على النبي وتدعوا لي دعوه حلوه.